سلام البنات، اليوم جبتكم فيديو جديد اللي هو عبارة عن كوكياجة بذوق الليمون. صراحة ذوق ولا أروع. إن شاء الله تجربوا معي هذه الوصفة وتبقوا الفيديو حتى للأخير. أخواتي الكريمات، هنايا عندي المقادير اللي هي كالآتي. عندي هنايا 250 غرام تاع زبدة طرية، عندي هنا نص كاس تاع سكر ناعم، حبة البيض، ملعقة صغيرة من اللافاني والفارينة. لا أخواتي الكريمات، هذه العجينة غادي تقطع لك حوالي 40 حبة تاع كوكياج. أخوات اللي سقسوا على شحال تقطع لنا العجينة، يعني 80 قالب من الحديد. هنا أخواتي كما كتلاحظي حطيت الزبدة وتكون طرية، حطيت عليها نص كاس تاع السكر الناعم. هنايا روحت غربلته، نغربلو السكر ونحطو ملعقة من لافاني. هنا بطبيعة الحال غادي نخلط المزيج مع بعض، خلطو مليح، دخلوا العناصر جيدا. خواتي الكريمات، هذه العجينة خاصة بالقوالب الحديدية، كاع الحاجة اللي تدخل تكون كوكياج، تارتوليت، البالو، اي كاطو تصلح ليه هذه العجينة بهذه المقادير. غادي تنشحي فيها. هنا اختي الكريمه ننصحك باش تخلطي جيدا العناصر مع بعض، دخلي الزبده مليح بالسكر، البيض ثاني كذلك مليح. هذه هي اساس باش العجينه تكون ناجحه معك. هنا تحصلي على كما حنا نقولوا مزيج كريمي. نروحوا نغربلو الفارينه اللي غادي تكون حوالي 500 غرام فارينه. وهنا الفارينه تعتمد على تكون تشرب ولا ما تشربش. هنا ديما خيري الفارينه اللي تكون ممتازه باش تحصلي على عجينه تكون شابه وتجي كما هي متشقه لا والو. اختي الكريمه، غادي ان شاء الله نزيدو شويه فارينه. هنا تحصلت على هذه العجينه، غادي تشوفونا نروحو لتشكيل هذه العجينه في القوالب. اختي الكريمه، ننصحك بهذه العجينه. نروحوا هنا اخواتي كما كتلاحظي راكي تشوفي في القوالب اللي راني انا باغي نخدم بهم. انا اختاريت هذه القوالب، انتي تعتمدي على اي قالب عندك. انا المهم خيرت هذا لخاطرش الزبونه قالت لي عطيني ديري لي حبه متوسطه. هنا غادي نشكلوا كويرات وندخلوهم في وسط الكوكياجه. بطبيعه الحال كلنا نعرفوا كنديروا نشكلوا العجين في وسط الكوكياج، نخرجوا الهواء الزائد ونقلعوا الحواف، وهذا بطبيعه الحال نضغطوه في الوسط. نكملوا ان شاء الله بحول الله جميع القوالب اللي معنا. كما ذكرت لكم سابقا ان هذه تدير 40 حبه تاع كوكياج، يعني 80 قالب غادي نكمله معكم. هنا اختي الكريمه غادي نروحوا لمرحله اخرى. هنا عفوا اخواتي نسيت، غادي هاد القوالب ندخلهم على فرن متوسط الحراره ويطيبوا باللون الذهبي. هنا نحضروا الكريمه اللي غادي نحشي بها الكوكياجه تاعنا. عندنا هنايا عطر ليمون، عندي كاس سكر، كاس عصير ليمون، كاس ماء، وهنا بطبيعه الحال عندي 2 ملاعق من المايزينا. نروح نجيبو اناء ونحط فيه المقدار تاع الليم وتاع الماء وتاع السكر، وهنايا نخلطو جيدا. وهذا بطبيعه الحال نروح نحطه انا فوق النار. عفوا هنايا نزيدو 2 ملاعق، عفوا اخواتي تخلط بين المرحله تاع الكاناش ولا. هنايا نحط 2 ملاعق تاع مايزينا وراني غربلتهم، ونزيد العطر تاع الليمون، الاكسخي تاع الليمون. اخواتي هنايا نخلط جيدا ونبدا نزيد تاني. هنايا شفت اللون راه باهت، نزيدو اللون باش يجينا لون شباب. نخلطو جيدا
نحطوه فوق النار. من نشوفوه تقال معانا غادي بطبيعة الحال نخرج نحايدو من فوق النار ونزيدو عليه ملعقة تاع زبدة. هذا هو المزيج اللي تحصلت عليه. نزيدو ليه الزبدة بطبيعة الحال. راني هنا عمرت الملعقة تاع الزبدة ونخلطو جيدا باش تذوب معنا الزبدة. هنايا نخلوها جانبا، نديرها في اناء اخر ونخليها جانبا، خليها تبرد تماما باش غادي نعمرو بها الكوكياجه. ونغطوها بطبيعه الحال اخواتي بكيس بلاستيكي او ورق بلاستيكي ونخلوها تبرد تماما ونعمرو بها. هنا نروحوا اخواتي لتحضير الكاناش. عندنا 250 غرام شوكولا بيضاء، عندنا هنايا ملعقه ونصف تاع غلوكوز، عندي هنا 120 غرام تاع سكر، وعندي هنا 130 غرام تاع عصير ليمون اللي غيكون عصير ليمون باش يجيكم الكاناش حامض ومليح. الا تاني بغيتي خواتي تستعملي شوكولا صابيغ تاع الليمون تقدري تستعمليها. نروح نقطع الشوكولا تاعي ونحطها على حمام مائي باش تذوب معانا. ونروحوا تاني الخطوه الثانيه اللي هي هاد 3 عناصر يجوا فوق النار. كما تلاحظي اختي دوك تشوفي الخطوه التاليه. هنا اللي يكون عصير تاع الليمون يكون عندك واحد حوالي 90 غرام وكمليها بماء 130 غرام. ما كانش عندك ديري، كان عندك العصير ديرها غير عصير. هنايا نحطوا السكر ونحطوا الليمون. وهنايا ديري استيس ديما اخواتي الكريمه، تغطسي في الماء باش تجيك بسهوله تقلعي الغلوكوز اللي يكون لاصق في الملعقه ولا في يدك. ديما تدخلي يدك في الماء وتنحي. هنايا نحطوهم فوق النار، خلوهم يتقالوا جيدا كما كتشوفي اختي. هنايا يتقال لي ولا كيسيرو ثقيل، وهنا حتى اللون تبدل تاع الماء اللي كنت تبدل. نحطوا هذا الخليط اللي كان ساخن نحطوه فوق الشيكولا اللي راها دايبه ونخلط مليح. ان شاء الله اختي الكريمه تتبعي هذو الخطوات كامله معنا تنجح لك الوصفه تماما. تتقيدي بهذه الوصفه وبهذه المراحل غادي تنجح لك الوصفه تاعك. هنا اختي الكريمه ندوبوها مليح مليح مليح، ما نخلو حتى حبيبات من الشوكولا كاينه، ندوبوها غايه باش تحصلي على كاناش يكون مليح. من تبوشي يتبوشي لك مليح. نخلطو جيدا. غادي اختي الكريمه غادي نزيدو الزبده كما كتلاحظي، ما بقات لي حتى حبيبات، بقاو الحبيبات الرقاق راني نحاول نحلهم مليح. هنايا زدت نص ملعقه تاع زبده وخلطوا جيدا. وغادي نزيدو الباتاغون تاع الليمون، نقعدو نزيدو شويه هنا اللي قد تكوني حذره باش تزيدي هذاك يعني هنا راه ملون وعطر. لك اختي الكريمه كتشوفي انا راه صفر لكن ما خرجتليش في النتيجه الاخيره، ما خرجليش صفر قاتم، خرج لي صفر بارد. المهم اختي الكريمه هنايا تبدي تزيدي حتى تحصلي على اللون اللي بغيتي. هنا تغطيه وتخليه اختي الكريمه، تخليه واحد المده اما 6 ساعات ولا على الاقل ربع ساعات. ولا جاك الا بغيتي كنتي مسحقيتها الغدوه خليه ليله كامله كما انا خليته ليله كامله. هنا اختي الكريمه بعد ما هنا الكاناش بات لي ليله كامله غادي نطلعه بالباتور او بالفوي تاع البيترا كما كتلاحظي راني نطلع فيه. هنا طلع معايا كما كتلاحظي. هنا اختي الكريمه زدت انايا هنايا شونتيي ما كنتش ذكرتها في المقادير الاولى. هنا للامانه زدت 4 ملاعق تاع شونتيي. كانت هذه الشونتيي عندي ماهيش نوعيه جيده، يعني اختاري النوعيه الجيده تكون تاع الشونتيي. طلعوها جيدا وخلوها بجهه باش نعمروا بها البوش ونديروها دي غوصاص. هنا راني زدت الملعقه الاولى والثانيه كملتها حتى 4 ملاعق.
شاء الله أختي الكريمة تنجحي في هذه الوصفة لأنها جد رائعة. هنايا بعد ما طاب لي الكاطو خرجته من الفرن ودا اللون الذهبي وخليته برد. دوك نبدا نعمر هذا الكاطو. غادي هنايا نقسم القسم الى 2 جهه بكراشي بدوق الليمون وجهه بكريمه الليمون اللي حضرت معكم. نعمروا جهه بجهه، جهه كراشي وجهه كذلك تاع ليمون. نقعد انا نعمر في هذه الكميه اللي كنت تشوف فيها هي 40 حبه، يعني 80 حبه تاع كوكياج. هنا نخلو اخواتي هذا الكاطو غادي يدخل شكرا. هاد راني نوريكم راها الشيشه تتفتت معانا. نعمروا كل الكميه. هنا الكريمات راني نسيلكم. غادي هذا الكوكياجه ندخلوها مده 5 دقائق الى 10 دقائق، تحكم غير واحد شويه باش من نقعد نقلاصي فيها ما يعني ما تهربش الحبه الفوقانيه على التحتانيه، قعدوا متلاصقين. هنا نروح لتحضير الكلاصاج اللي يجي فوق الكاطو. هنا كما كتلاحظي اختي ذوبت الشوكولا البيضاء وغادي نزيدها العطر تاع الليمون ونزيدها الماء الساخن اللي غيكون ماء مغلي ونبداو نزيدو ونحركو. هنايا دوك اختي تشوفي كامل الخطوه. هنا يبدا ملي تقعدي تزيدي في الماء وفي العطر يبدا عندك تتقال وتتشكل لك كتله. تقعدي انت تزيدي في الماء غير بشويه بشويه حتى تحصلي على القوام متجانس وواقف، يعني ديما سي حبه الاولى. نقعدو نزيدو في الماء نزيدو في الماء نزيدو في الماء. تي اذا شتيها جرات معاك وكثرتي الماء شويه رابي شويه تاع الشوكولا بيضاء وزيديها للخليط. وهذا بطبيعه الحال تكوني حاطته فوق حمام مريم. هنا كما كتلاحظي راني نزيد غير بالعقل حتى غادي نتحصل على قوام الشباب نقلاصي به الكوكياج. خلطوا جيدا. تقعد هذيك الكتله تاع الشوكولا تنحل غير بشويه بشويه. هذه راني هذه الخطوه درتها في النيغرو بالشوكولا بالحليب وحليتها بالماء الساخن. عاود درتها كلاصاج بالشوكولا بيضاء بكريمه النيسلي ودرتها في فيديوهات عم كاينين في القناه. تقعدي تخلطي حتى تحصلي على هذا النوع، هذا الكلاصاج. اختي ننصح هذا الكلاصاج انك تستعمليه في وقت الصيف. هذا الكلاصاج اللي يهنيك ما يدوبش، تقعد شغل هذاك الماء الساخن يخليها ما يدوبش شوكولا معاك. هذا هو المزيج اللي تحصل. هنايا نروحوا نغطسوا حبه الكوكياجه ونهزوها مليح مليح ونحطوها فوق الشباك كما كتلاحظي. صدقوني اخواتي الكريمات غادي الانتعاش ولا اروع، ذوق في القمه. هنا اخواتي الكريمات راه نشفت معايا الحبه تاع الكاطو وهنايا درت الغاناش في البوش. غادي نحط وردات ولا دي غصاص فوق الكوكياجه كما كتلاحظي. كملوا حنايا هذه العمليه في كاع جميع الكاطو اللي خدمت. هذا هو التزيين النهائي للكوكياج. هنا البيستاش درته غير بالموس، قطعته بالموس وحطيته فوق الغاناش. في الاخير غادي تشوفيني نحط الورق الذهبي. ان شاء الله اختي الكريمه بحول الله غادي تجربي هذه الوصفه وما تندميش فيها لانها روعه، يعني ذوق ولا اروع، ما تندميش عليها. ومام جايه بريزونطابل ما تحشمكش، تحطيها ان شاء الله بجميع مناسباتك. ونقول للاخت الكريمه اللي دارت في يدي الثقه وخلتني نختار لها هذو